مرحبا بكم في بودكاست المغرب. كثير من الناس فاكرين إن إفريقيا كلها عايشة في نفس الوضع الاقتصادي، وإن الفقر موجود في القارة كلها. لكن الحقيقة مختلفة شوية. شمال إفريقيا شغال بريتم مختلف تماماً عن باقي القارة. تخيل معايا إن في سنة 2025 إفريقيا كلها انتجت حوالي 3.1 تريليون دولار. لكن المفاجأة إن شمال إفريقيا لوحده بينتج تقريباً تريليون دولار، يعني حوالي 972 مليار دولار. وده معناه إن 7 دول بس مسيطرة على أكثر من 31% من ثروة القارة كلها. والسؤال هنا، إيه السر اللي خلى الجزء الصغير ده من الخريطة يبقى هو المحرك الاقتصادي، بينما مناطق كبيرة زي غرب إفريقيا لسه عند حوالي 24% بس، وشرق إفريقيا واقفة عند 14%؟ لو بصينا للأرقام بشكل أدق هنلاقي إن المغرب بقى فعلاً البوابة الصناعية للمنطقة. الناتج المحلي وصل لحوالي 180 مليار دولار، والمغرب بقاش معتمد على الصداقات أو ريع البترول، لكنه قرر يبني سيادة صناعية حقيقية في قطاعات زي السيارات والطيران. وعشان نفهم القوة اللوجستية لازم نبص على ميناء طنجة المتوسط اللي قلب المعادلة في المنطقة. فلو قارنا مثلا بين المغرب ونيجيريا هنلاقي إن المغرب قدر يدخل صناعات معقدة زي صناعة الآلات ومكونات السيارات. والميزة الكبيرة للمغرب هي السرعة. المسافة بين المصانع في المغرب والمستهلك في أوروبا بتتحسب بالأيام مش بالأسابيع. لو انتقلنا للتحليل داخل المنطقة المغاربية هنلاقي إن الجزائر وليبيا قصتهم مختلفة شوية. الجزائر عندها ناتج محلي حوالي 288 مليار دولار، وليبيا عندها أكبر احتياطي بترول في إفريقيا. لكن المشكلة إن الاقتصاد هناك بيعتمد على ما يسمى اقتصاد ريعي. الجزائر وليبيا بيعتمدوا على عائدات الغاز والبترول علشان يمولوا الدعم ويحافظوا على الاستقرار الاجتماعي. لكن في المقابل القطاع الخاص هناك بيعاني من البيروقراطية. ليبيا تحديداً عندها مشكلة اسمها هشاشة مؤسساتية، يعني حتى مع وجود البترول الدولة نفسها مش مستقرة بشكل يسمح ببناء اقتصاد متنوع، وده خلى الدول دي تفضل معتمدة على أسعار الطاقة العالمية. أما مصر فحالتها مختلفة شوية. مصر تعتبر عملاق بشري بحوالي 118 مليون نسمة، وناتج محلي يقارب 349 مليار دولار. مصر عندها مصدر دخل استراتيجي مهم وهو قناة السويس، لكن في المقابل في تحدي كبير اسمه الديون السيادية اللي وصلت لنحو 90% من الناتج المحلي. الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية تم تمويلها بالقروض، وده أثر على قيمة الجنيه ورفع معدلات التضخم في السنوات الأخيرة. ولو كملنا جنوب شوية هنلاقي السودان، واللي يعتبر مثال مؤلم. السودان كان يعرف بأنه سلة غذاء إفريقية بسبب الأراضي الزراعية الخصبة جداً، لكن الحروب والانهيار الاقتصادي خلوا الإمكانات دي ما تتحولش لواقع. السودان مثال واضح إن السياسة أحياناً بتحدد مصير الاقتصاد. لو جينا لتونس وموريتانيا هنلاقي نموذجين مختلفين. تونس تاريخياً عندها رأس مال بشري قوي جداً، لكن عدم الاستقرار السياسي أدى لظاهرة هجرة العقول أو ما يسمى brain drain، وده خلى الاقتصاد يدخل في حالة ركود. أما موريتانيا فالوضع مختلف، لأنها ممكن تبقى لاعب طاقي مهم في المستقبل بسبب اكتشافات الغاز الكبيرة. لكن التحدي هو هل موريتانيا هتقدر تبني صناعة حقيقية اعتماداً على الغاز، ولا تقع في مشكلة المرض الهولندي اللي بيخلي الاقتصاد يعتمد على مورد واحد ويهمل باقي القطاعات؟ لو جمعنا الصورة كلها مع بعض هنلاقي إن المغرب قدر يخرج من منطقة الراحة. الجزائر وليبيا اقتصادهم مرتبط بالموارد الطبيعية، مصر بتواجه ضغط الديون، تونس والسودان عندهم مشاكل سياسية. أما المغرب رغم إنه ما عندوش ثروات طاقة كبيرة قدر يبني نوع من مناعة اقتصادية
بقى بيصدر صناعات وخدمات متقدمة زي السيارات والطيران والأسمدة، مش مجرد مواد خام. في النهاية الصورة الكبيرة واضحة. شمال إفريقيا عنده موقع جغرافي قوي وتاريخ طويل في التجارة العالمية، لكن القوة الحقيقية مش في كمية البترول تحت الأرض، بل في القدرة على بناء صناعة وسيادة اقتصادية. المغرب بدأ يتحرك كمنصة لوجستية بين إفريقيا وأوروبا. موريتانيا ممكن تبقى بقوة طاقية صاعدة. ليبيا والسودان محتاجين الاستقرار علشان ينطلقوا. والتحدي الحقيقي قدام المنطقة كلها هو التكامل الإقليمي. تخيل لو غاز الجزائر وليبيا دخل في مصانع المغرب وتونس وتصدر عبر أسواق مصر والسودان. وقتها ممكن نشوف شمال إفريقيا قوة اقتصادية ضخمة في العالم. وفي ختام حلقة النهاردة من بودكاست المغرب، السؤال يفضل مفتوح: مين في رأيكم الدولة اللي ممكن تقود المنطقة خلال ال10 سنوات الجاية؟ الدولة اللي عندها الطاقة، ولا اللي عندها الصناعة، ولا اللي عندها العدد السكاني الكبير؟ شاركونا رأيكم في التعليقات، ونشوفكم في حلقة جديدة من بودكاست المغرب. السلام عليكم.